بعيدا عن الأسباب الوراثية أو الأمراض، السبب الرئيسي هو زيادة الوزن، السمنة اللي بتيجي من الأكل الكتير وعدم الحركة. وزي ما احنا متعودين سوا، قبل ما ندخل في الموضوع هنفهم شوية حاجات، عشان اللي بيفهم ده هو اللي بيعرف يحل ويصبر على الحل ويحافظ على النتيجة كمان. ده شكل تشريحي للبطن، من أول واحد لا عنده كرش ولا عنده دهون أحشاء وزنه كويس، لواحد كده وواحد عنده كرش ودهون أحشاء وسمنة. وتعالى نعرف الترتيب من بره لجوه. ده جلد البطن، ده دهون تحت الجلد، دي العضلات، دي دهون الأحشاء، وده القولون. لما بيحصل سمنة الدهون هنا وهنا بتزيد، فالأحشاء بتبقى تقيلة فبتزق على العضلات اللي بتضعف مع الوقت من قلة الحركة، وبيظهر كرش. معلومة قلتها كتير وهفضل أقولها، الدهون دي هي اللي خطر، مش زي الدهون دي المسؤولة عن أمراض القلب والشرايين والضغط والسكر. ومعلومة أخرى، الدهون دي ممكن تروح بالدايت والرياضة، أو حد يعمل شفط دهون. دي مش بتروح غير بالدايت والرياضة فقط. أول حاجة لازم نعمل دايت صحي ومتوازن ونصبر عليه، علشان الدهون الخطر اللي هي دهون الأحشاء مش بتروح غير بالدايت والرياضة. الرياضة والرياضة هنا حاجتين، رياضة للجسم كله عشان السمنة، ودي ممكن تكون زي المشي، ورياضة مخصوصة لعضلات البطن. هتلاقوا تمارين كتير قوي على اليوتيوب اللي انا كاتبالكوا على الشاشه دون. دي تقسيمه عضلات البطن، حاولوا تعملوا تمارين لكل مجموعه من دول. وده كمان تمرين ممتاز اسمه بلانك، ده تمرين استاتيكي مفيهوش حركه، بنحاول نثبت بالطريقه دي على قد ما نقدر، ونحاول كل يوم نزود في الوقت. وبخصوص الرياضه هقول لكم على حاجه سريعه تقدروا تعملوها طول الوقت. اشفطوا بطنكم، غير ان هي بتعمل تون في العضلات وتقويها، بتساعدكم ان انتوا تفردوا ظهركم. القولون المنتفخ من الحاجات اللي هتكبر البطن طبعا، فنبعد عن الاكل اللي هو انت عارف ان هو بينفخ لك بطنك، ونشرب ميه كتير. واخر حاجه النوم الجيد بالليل، ده بيطلع جروس هرمون بيعلي الحرق فبنخس، وبيقلل الكورتيزون فبيقلل دهون الاحشاء فالكرش بيروح. وعشان اختم لازم نعرف ان دي منظومه تقام على بعضيها عشان نلاقي نتيجه، وكلمه السر فيها الاستمرار. تاني، الاستمرار.